نعم، الذين أرى فيهم قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الكيان الصهيوني وأعوان الكيان الصهيوني والنظام الدولي والمنظمات الدولية لم تسمع لكم صوتا بل سيزداد قهركم، فقالوا حسبنا الله بإرادتنا بفضل من الله عز وجل سنحقق الانتصار. نعم، إنهم يستحقون الانتصار، هذا الانتصار الذي حققه أبطالنا هناك. فهنيئا لعبد الله البرغوثي الذي أطلق الصيحة والشرارة فانتشرت وانطلقت لتحقق مرادها. نعم، مرعي بإذن الله سترين مرعي أم مرعي إن شاء الله. أم علي أبو علي بإذن الله تعالى قريبا ستلتقينه. سنوات فصلت ما بين الأمهات والآباء، الزوجات والأطفال، وبين أبطالنا هنالك خلف قضبان الاحتلال. تخلى عنهم من تخلى، نعم، تخلى عنهم نظام رسمي عربي، تخلت عنهم حكومات، وتخلت عن أصل الأردنيين حكومات أردنية. نعم، لم تقم بواجبها أبدا بوضوح، وأقولها لم تقم حكومات الأردنية بواجبها تجاه أسرانا الأردنيين، لكن إرادتهم هناك صنعت هذا الانتصار. صنعه أيضا تضامنكم ووقفتكم وإصراركم وحضوركم وإصراركم على أن تكونوا إلى جانبهم أيضا صنع هذا الانتصار. صنع الانتصار إرادة جنود مجهولين. قد أكون حييت البوليتكنيك، لكنني أحيي فعلا من تضامن في هذه الخيمة ومن أعلن الإضراب في هذه الخيمة. نعم، الشباب الذين أعلنوا الإضراب في هذا الخيمة صنعوا فينا العزيمة وبثوا فينا الأمل بعد أن زرعه وبذره الأسرى هنالك خلف قضبان الاحتلال. ما أنجزتموه يا أبطالنا كبير جدا. ليس فقط النقاط التي وردت في الاتفاق، سواء كان انهاء العزل الانفرادي أو الزيارات أو إلغاء قانون شاليط، ما يعرف بقانون شاليط أو ما إلى ذلك. لا، الإنجاز الأكبر هو انتصار الإرادة، هو انتصار الإرادة التي مرغت إرادة الكيان الصهيوني وأرغمته على أن يستجيب، أرغمته على أن يرضخ لإرادة الأمعاء الخاوية. ساموني تكبير، الله أكبر، ساموني تكبير، الله أكبر. الحرية 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 الحرية. للي حمل البندقية، للي حمل البندقية، للي حمل البندقية، للي حمل البندقية. نعم، الرسالة الأبلغ للمرعوبين من أنظمة وحكومات وشخوص لم يروا أن بمقدور هذا الشعب البطل أن يصنع المعجزات وأن ينجز نصرا. فكانت الرسالة: نعم، بالأمعاء الخاوية سنصنع الانتصار. نعم، عندما تخلى من تخلى عن أسرانا وعندما تخلى من تخلى عن القدس وعن الأقصى وعن القضية المقدسة، تخلوا لأنهم مرعوبين
مرعوبين من هذا الكيان. فكانت الرسالة أننا قادرون رغم القيد، رغم الجوع، رغم الأمعاء الخاوية، رغم اليد التي لا تملك شيء، لكننا نملك الإيمان بالله ونملك الإرادة الحديدية. فكان هذا الانتصار. أنهي لأقول أننا على موعد قريب بإذن الله تعالى مع الاحتفال الكبير، عندما نلتقي بأسرانا أحرار بيننا هنا. أننا على موعد باحتفالية حقيقية بإذن الله تعالى، عندما نرى أسرانا أحرارا رغم الاحتلال ورغم من تعاون وتعامل مع الاحتلال. والرسالة هات يا أسير هات، هات يا أسير هات، هات يا أسير هات، ولا زمن الظلومات، ولا زمن الحكومات، ولا زمن الحكومات، يلي بتكتب بالتقرير، يلي بتكتب بالتقرير، ثبت بالتقرير، ثبت بالتقرير، وصل لمع المكر كبير، وصل لمع المكر كبير، الأسرار التحرير، الأسرار التحرير، ما بتغير المصير. والرسالة الأخيرة لحكومتنا الأردنية، ولنا 24 أسير أردني، وكل الأسرى هناك هم أسرانا، كل الأسرى هناك أسرانا، ولنا 29 مفقود. نقول لها إما أن تعودي لواجبك، ليس منة منك، واجبك تجاه أبناء الأردن، تجاه أبطال الأردن، تجاه من يتشرف بهم الأردن. أبطالنا هناك خلف القضبان. إن تخليتي فإننا أبدا ونقسم بالله أننا لن نتخلى عنهم، لن نتخلى عن أسير منهم حتى يعود إلى أهله بإذن الله تعالى معززا مكرما. اليوم هذه الاحتفالية انطلقت بهذه العفوية في ساعة متأخرة بعد أن تم هذا الاتفاق أو أعلن الاتفاق، لكنني أعتقد أنه في الغد هنالك في هذا المجمع، في مجمع النقابات، ستكون هنالك فعاليات، وبعد غد ستكون هنالك لجان معنية بالأسرى وأهالي الأسرى سينظمون احتفالية بهذا النصر الكبير. فإلى الغد بإذن الله تعالى، الغد الذي نلتقي فيه مع أسرانا، الغد الذي يتحرر فيه أسرانا، إنه لقريب قريب قريب، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.